شايفين العظمة دي؟ تعالوا هنا كده، تعالوا هنا. شايفين منظر الفراخ على الصوص؟ رهيبة، الريحة رهيبة. شايفين سلطة الدقوس؟ سلطة الدقوس دي ايه؟ حاجة كده روعة. هنعمل البسلة الفاصوليا البيضة اهو. الله، الله على الفاصوليا البيضة وشوية الرز اللي احنا بنعملهم على طول كده. يلا تعالوا كده، خليكم متابعين معايا كده خطوة بخطوة وبآخر الفيديو علشان نشوف العظمة دي احنا عملناها ازاي. خليكم متابعين خطوة بخطوة يا حبايبي، ماشي؟ يلا بينا ايه على الفيديو، يلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فراخ وفاصوليا بيضة. الفاصوليا البيضة دي طبعا بنسلقها الاول اهي، هنحطها على النار كده ونسلقها الاول، وبنعمل فراخ مع بعض اهي. اهي نقعينها في شويه قطعتها كده وغسلتها حلو كده ونقعتها بشويه ملح اهي. شايفين حبايبي؟ خليكم متابعين معايا. هنبشر البصل ده في المبشره، عشان بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. ماشي؟ هنبشره بالمبشره كده، ماشي؟ بصوا بشرنا البصل اهو. نحط بابريكا، هنحط توابل فراخ، وهنحط ملح، وهنحط فلفل اسود، هنحط كزبرة ناشفة. هندعك كله ده في بعضه اهو، كله ده تدعكيه حلو خالص. ادي البصل بعد ما دعكناه اهو ببعضه. بس شايفين لونه عامل ازاي؟ شايفين لونه حلو جدا. هنجيبه هنا على الفراخ كده وهنحطه على الفراخ اهو. نحط كمية البصل اللي احنا عملناها دي على الفراخ اهي اهي. هندعك البصل في الفراخ كده دعكة حلوة كده ومعتبرة، ادعكي كويس خالص اهي اهي. شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا هنرص الصينية كده، هنحط الفراخ دي في الصينية كده اهو. شايفين اهي؟ هنرصها كده اهو يا حبايبي. ريحتها تجنن، بسم الله ما شاء الله، والله ريحتها حلوة اهو. بصوا اهو. لما تدي الحاجة توابل بس حاجة بالمعقول كده، ما تأفوريش جامد في التوابل، هتبقى طعمها حلو معاكي اهو. بصوا لون البصل زي البصل المكرمل بالظبط اهو. شايفين منظر الصينية اهي؟ بصوا ده فلفل رومي ده، لو عايزين تحطوه سبايسي ماشي. ودي طماطم اهي، بصوا قطعتها حلقات كده، وانا متبلاهم دول، متبله الطماطم والفلفل وبملح وفلفل اسود بس يعني. بصوا هنرص كده اهو، هتحطيه على الفراخ كده اهو، ترصيه كده هيدي شكل حلو كده وطعم برضو، خلي بالكم اهو. توزعي كده على الصينيه بتاعت الفراخ اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ الالوان دي بتبقى رهيبة في الاكل اهو حبايبي. الله على الجمال كده اهو. طعم وريحة ما شاء الله. الله على الجمال اهو يا حبايبي. بصوا هي كده الصينية كده، بسم الله ما شاء الله كده. الصينية ايه؟ الصينية كده خلصت اهي. باجي بعد كده وبروح حاطة عليها ايه؟ حبة زيت كده من فوق كده اهو.
الزيت بيديها طعم حلو على فكرة. وبتيجي بعد كده بتروحي ايه، ممكن تحطيها مع الباب. بصي بحط عليها حبة خل كده اهو. ممكن تحطي معلقة الخل دي مع البصل وانت بتدعكيها. ماشي. وبروح بعد كده على على البوتاجاز كده بسويها على العين من فوق كده اهو. هسويها كده على العين وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. بصوا شكل الصينيه عامله ازاي. بصوا دي مرقه وانا مكسرها كده بايديا يعني. بصوا هوزعها كده، دي بتديها طعم رهيب والله. ابصوا اهو بتوديها في حته تانية خالص. انا قطعتها بس كده هي هتدوب مع الغليه بتاعت الفراخ. بص حطينا البصل اهو عشان نعمل حبه الفاصوليا البيضه اهو. حطينا عليه ماده دهنيه. انا حطيت سمنه، تحطي سمنه تحطي زبده تحطي زيت اللي عندك تحطيه. هنحمر البصل كده وهنرجع تاني. بصوا دي حته تومه. البصل اتحمر اهو وبحط التومه في الوقت ده لان التومه ما بيحتاجش تحمير لما بيتحمر مش زي البصل. فالاول بتعملي البصل الاول وبعد كده بتحطي الثوم في الاخر يدي ريحه كده. اول ما تشمي ريحه الثوم تروحي ضايفه بقيه الاضافات اهو. المقصد في ان الواحد يحط الثوم بس ان احنا مش عشان نحمره، نشم ريحته بس في الاكل كده. اول ما تطلع ريحته كده في الاكل وانت بتقلبي فيه تروحي ضايفه بقيه الاضافات اهو. شايفين الريحه طلعت اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. بص هنعمل ايه اهي. دي الصلصه اللي كنت شايلاها برضو في الفريزر اهو. بصوا شايفين ده قرن شطه ده صغير كده عشان الفاصوليا البيضه بتحب ان هي تبقى شطشطه شويه، واللي مش حابب ما بتحطش برضو. بروح ضايفه كده واسيبهم مع بعض ياخدوا ويدوا مع بعض اهو. شايفين بسيبهم كده مع بعضيهم كده شويه وبرجع بعد كده وبضيف ايه، وبضيف التوابل. ماشي اهو. بصوا بضيف الملح والفلفل الاسود وبعد كده بروح ضايفه حبه بابريكا يعني معلقه كده. بابريكا بتعزز اللون بس لان الفاصوليا البيضه بتحب ان اللون بتاعها يبقى اللون الصلصه بتاعتها تبقى غامقه اهي. فالبابريكا تعزز لونها بس. نسيبهم شويه مع بعض على البوتاجان. بص الفاصوليا البيضه اهي يا حبايبي. ادي الفاصوليا اهي. بصوا شايفين دي بعد ما سلقناها اهي. بصوا شايفين بعد ما اتسلقت اهي. شايفين مستويه ازاي. انا عامله طبعا التسبيكه بتاعتها، عاملين تسبيكتها اهي. فهنضيف الفاصوليا فيها اهي. عاملين التسبيكه بتاعتها ونقلبها كده. شايفين اللون بتاعها، شايفين لونها عامل ازاي. هي لازم كده بصوا لازم يبقى فيها لون كده غامق، تبقى لونها غامق كده اهي اهو. احنا بنضيفها كده بعد ما اتسلقت كده وفيها كل التوابل بتاعتها زي ما وريتكم في الاول. حاطه ضايفه لها كل التوابل بتاعتها. ما علينا ان احنا حطينا بس الفاصوليا البيضه بتاعتها بس. ماشي. هتزوديها لغايه لما تغلي شويه كده، فهتزوديها شويه شوربه لو عندك، هتزوديها شويه شوربه. ماشي. ما عندكيش شوربه زودي حبه ميه صغيرين برضو اهي بس عشان ما تبقاش ناشفه. بس انا مش هزودها دلوقتي غير لما ايه تغلي شويه في بعض. ماشي. وبكده برضو الفاصوليا تكون خلصت اهي. بصوا عملنا رز حبه وحبه اهو لان احنا متعودين عليه نعمله على طول. بصوا اهو احنا حطينا في كميه الرز اللي احنا عايزينها وخدنا منها حبه كده وحمرناهم. بصوا اهي واحده واحده اهي. شايفين واحده متحمره واحده بيضه. خدنا شويه رز كده منهم حبه صغننين كده
وحمرناهم بحيث ان هما ايه يبانوا في الحله كده، ويبقى باين كده واحده وواحده. ماشي. وبعد كده حطينا عليهم باجيت الرز الابيض وقلبناه. وبعد كده بصي دي ميه سخنه دي، هنحط عليه الكميه المناسبه ليه. قلنا ارتفاع الميه فوق الرز حوالي سنتي اهو. تحط فوق الرز كده حوالي سنتي كده، بتغطي الرز كده بحوالي سنتي. ماشي. عشان هو عايز شويه تاني كمان اهو. وبعد كده بنروح سايبينه لغايه لما يتشرب الرز، يتشرب الميه بتاعته اهو. احنا بكده عملنا الرز اهو. شايفين انا حاطه له التوابل بتاعته، بحب احطه كده على الناشف قبل ما احط الميه بتاعته. ماشي. حطيت الملح والفلفل وحطيت حبه كزبره ناشفين، ده بيديها مذاق ايه. الكزبره الناشفه دي بتميز الرز بتاعك على فكره. تفضلي تقلبيه كده على الناشف كده قبل ما تحطي الميه، فبيدي مذاق التوابل. لما بتقلبيها كده على النار كده مع الرز بتديها مذاق مختلف جدا، بيبقى طعم الرز بتاعك مميز جدا. ماشي. وخليكم كده ايه متابعين معايا، اوريكم شكل المنظر الفراخ. بصوا منظر الفراخ بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين الصوص اللي من تحت بتاعها ده رهيب، وطعمه جميل جدا، وطعم الفراخ شرب من التتبيله رهيبه جدا. بصوا شايفين الشكل بسم الله ما شاء الله. دي بقى هندخلها تحت ايه، تحت الشوايه كده. نخش ندخل الفراخ تحت الشوايه، احنا سويناها على البوتاجاز، هندخلها بقى تحت ايه الشوايه. ماشي. خليكم بقى ايه متابعين معايا لاخر الفيديو كده خطوه بخطوه، اوعوا تروحوا حته. ماشي. هوريكم بقى ايه هنعمل ايه بقى في بسله الفاصوليا البيضاء. ماشي. تعالوا نعمل سلطه الدقوس. شايفين دي طماطم ايه، هنعملها في الهون، كمون وملح وقرن شطه كده ايه، مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش. هندج ده كله كده في الهون. التوابل دي الاول هندجها في الهون الاول. ماشي. بعد كده بنروح ضايفين عليها ايه الطماطم اللي احنا مقطعينها كده، ولازم تكون طماطم طريه. اللي ما عندهاش هون تعمل في الكبه، بس انا بحب اعملها كده، بتبقى طعم وريحه زمان اهو. بفضل كده اهرس فيها كده بايد الهون كده واحده واحده كده اهي. وهي الطماطم اساسا بتبقى طريه، انت بتختاري الطماطم الطريه لما تيجي تعمليها، الطماطم الطريه كده الحمرا دي، وتعملي بقى سلطه الدقوس، بتبقى حلوه جدا جنب الاكل على فكره، اطعم من السلطه التانية. تغمزي بقى الرز كده بيبقى ايه، بتبقى طعمه خالص. يلا حبايبي شايفين العظمه اللي احنا عملناها دي؟ يلا عايزين لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتعالوا نشوف نشوف العظمه اللي احنا فيها دي. بصوا منظر الفاصوليا، بصوا شكل الفاصوليا عامل ازاي. الله شايفين دايبه دوب ازاي، شايفين وطعمها. حطيها على الرز كده، الله على الجمال. سلطه الدقوس. بصوا سلطه الدقوس، تعالوا هنا شايفين سلطه الدقوس، حطي منها كده على الرز، الله على الطعامه. بصوا وكلي بقى وايه واستمتعي. منظر الفراخ الله واو. بصوا بجد واو. الله شايفين دايبه ازاي، وطعمها وريحتها حاجه كده روعه. بصوا ده الصوص اللي كان تحت منها كده اهو، الصوص رهيب 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 رهيب. اللي بيحب الحاجات دي يحط منها كده على الرز كده، وكلي بقى واستمتعي بقى، والريحه وايه اضرب. الله شايفين مع حته الفراخ دي بجد روعه، بجد حاجه كده واو. الله لايك بقى وشير سبسكرايب للقناه، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا حبايبي سلام عليكم.